هنشوف النهاردة مجموعة من الطلاب هيدخلوا مهرجان عشان يلعبوا ويتسلوا، بس أول ما يدخلوا هيكتشفوا إنهم محبوسين جوه لعبة مميتة. يا ترى هيخرجوا من الكابوس ده ولا المهرجان ده هيكون آخر مكان شافوه في حياتهم؟ من غير رغي كتير يلا بينا نبدأ على طول. فيلمنا بيبدأ بجون وصديقه الأنتيم لاكي، كانوا داخلين مدرستهم الثانوية وبيقابلوا بنت اسمها جيني وصديقها جو. جيني بتسلم عليهم وبتمشي، ولاكي وهو ماشي بيخبط في بنت اسمها مايا. مايا انطوائية ومش بتحب الاختلاط، ولاكي بيديلها السلسلة اللي وقعت منها. وفي الكافيتيريا بنشوف طالب اسمه بن بيكون مشهور جدا وهو معجب بطالبة اسمها جريس، وبيكون في شاب تاني اسمه فيري معجب برضه بنفس البنت بس هي مش معجبة بيه. وبنتعرف على الأخت جريس اللي بتكون من الصم والبكم ومعاها في نفس المدرسة. وبعد ما بنتعرف على مجموعة الطلاب بنشوف جون بيروح الحمام وبيشوف طالب اسمه إكس. الطالب ده متنمر ومعاه اتنين بيساعدوه، واحد اسمه تود والتاني اسمه تاد، وهما التلاتة كانوا بيحفلوا على طالب مسكين. ولما بيشوفوا جون في الحمام بيتسلوا عليه هو كمان، بس بيجي صاحبه لاكي في الوقت المناسب وبينقذه منهم. وبعدين بيشوفوا طالب ذكي اسمه شاو بيشتغل هاكر. وبعد ما بريك الطلاب بيخلص بتبدأ الحصص، وبنشوف بنت اسمها لين بتكون مسؤولة عن الفصل وبتراقب الطلاب، ولاكي لما بيشوفها بيعجب بيها. وبعد ما وقت المدرسة بيخلص الطلاب وهم مروحين بيشوفوا إعلان عن مهرجان. المهرجان ده هيتعمل في نفس اليوم بالليل. لاكي بيعرف إن لين رايحة الحفلة، عشان كده هو كمان بيقرر يروح هو وجون. ولما الليل بيحل بنشوف كل الطلاب اللي اتعرفنا عليهم بيروحوا نفس المهرجان وبيقضوا وقت ممتع وبيلعبوا كل الألعاب الموجودة، ومع إنهم كلهم هناك بس بيقعدوا فترة مش ملاحظين وجود بعض. وفي نفس الوقت كانت عمالة تدور على أختها جريس، ولما جريس بتشوفها بتتضايق عشان هي مش بتحب تكون موجودة معاها لأنها طالبة مشهورة جدا في المدرسة والطلاب بيحبوها، يعني باختصار بتستعار من أختها. وبعد شوية الطلاب بيلاحظوا خيمة سيرك كبيرة، بيعتقدوا إن في حفلة جوه عشان كده بيدخلوا. وأول ما بيدخلوا بيلاقوا المكان كله فاضي مفيهوش غير مسرح لعبة صغير وجواه دميتين. لين بتسحب الرافعة اللي هتشغل المسرح، ولما بتعمل كده الدميتين بيبدأوا يلفوا وبتشتغل موسيقى مخيفة في الخلفية. بعدين بتظهر بطاقة ولين بتاخدها وفجأة النور بيطفي والطلاب بيكونوا مرعوبين. وبعد ما النور بيرجع بيشوفوا قدامهم ممثل صامت وبيلعب معاهم لعبة الأفلام من غير كلام بس بطريقة تخوف، وبيعمل حركات غريبة وبيشاور عليهم كلهم وبيقول من غير ما يتكلم هسخ راسه، وبيعمل حركة كأنه بيطلع حاجة من بطنه، وبعدين بيهز ايده كأنه شايل طفل بينيمه. ودلوقتي المفروض الطلاب يعرفوا هو يقصد ايه، والطلاب بيتسلوا جدا باللعبة وبتعجبهم وبيفضلوا يخمنوا، وبيلاقوا الممثل بيبدأ عد تنازلي من أول 10، وقبل ما يوصل للعد الصفر واحد فيهم بيقول بصوت عالي انت تقصد بيضة، والإجابة بتطلع غلط. والممثل بيبتسم له ابتسامة مخيفة وبعدين بيشاور بإيده كأنه بيضرب عليه رصاص. والحاجة المرعبة في الأمر إن الطالب اللي اتشاور عليه جات فيه رصاصة بالفعل وموتته، وكل الموجودين بيخافوا وبتحصل فوضى، واللي بيصوت أو يحاول يهرب هو كمان بيضرب بالرصاص. طب الرصاص ده جه منين مع إن الممثل الصامت معهوش مسدس؟ دي الحاجة اللي هتخلي الطلاب يتجننوا. بعدين الراجل اللي لابس أحمر بيبدأ عد تنازلي تاني، وكل الطلاب مش بيجاوبوا عشان بيخافوا إجابتهم تطلع غلط ويموتوا. وبعدين هو بيختار بطريقة عشوائية وبيضرب على اللي اختاروا نار، وعشان باقي الطلاب يعيشوا لازم يخمنوا حركات الممثل ويقولوا معناها صح. والممثل بيقدم لهم عرض تاني وبعدين بيبدأ عد تنازلي تاني، والمرة دي بتجاوب بلغة الإشارة وبتقول الولادة. مايا بتسرق منها الإجابة وبتقولها بصوت عالي، والممثل الصامت لما لقى إن إجابتهم صح ضرب على نفسه رصاصة. وساعتها الطلاب خدوا نفسهم وفضلوا يعيطوا من الفرح عشان هما لسه عايشين، وكلهم طلعوا بسرعة برا الخيمة واتصدموا لما لقوا مفيش حد خالص في المكان، والصمت المرعب غطى كل الاحتفال. وبيشوفوا شخص بيحاول يهرب بس قبل ما يطلع من البوابة بيضرب عليه رصاص، والطلاب مش عارفين الرصاص ده بيجي منين. بعدين بيسمعوا حد بيتكلم من خلال مكبر وبيقول محدش هيقدر يخرج من المهرجان إلا لو خد موافقة. وهم طبعا كانوا واقفين مذهولين ومش عارفين ايه اللي بيحصل لهم واللي بيحصل لهم، وبيعرفوا انهم محاصرين وتليفوناتهم مفيهاش اشارة، وبيشوفوا مسرح لعبة صغير زي اللي شافوه جوه الخيمة من شوية، وبيلاقوا بطاقة بتطلع لهم، والولد المتنمر اللي اسمه اكس بيقرأ البطاقة وكان مكتوب فيها رقم 10، وبعدين بيرمي البطاقة
في وش جون، وبياخد مساعدينه تاد وتود وبيمشوا على جنب عشان هو محتقر باقي الطلاب وشايف نفسه أحسن واحد فيهم. بعدين الطلاب بيلاقوا على ظهر البطاقة جملة بتقول استخبى وما تدورش، يعني هما فهموا إن دي مسابقة عاملة زي لعبة استغماية، وبيشوفوا ساعة فيها عد تنازلي ودلوقتي لازم يستخبوا من حاجة مرعبة هتظهر لهم خلال الساعات اللي جاية. أما إكس بيتجادل مع تاد وتود وفجأة بيظهر قدامه مهرج عملاق قوي وماسك في ايده سلسلة متعلقة فيها كرة حديد. لما اكس ورجالته بيشوفوه كان هيجيلهم سكتة قلبية من الخوف. اما الطلاب التانيين بين كان بيقترح عليهم يقسموا نفسهم لمجموعات، وفي اللحظة دي بيشوفوا اكس ورجالته جايين جري وبيجري وراهم المهرج العملاق وبيلوش بالكرة الحديد اللي في ايده، ومن الرعب كل الطلاب بيجروا وبيتفرقوا. بيل وجريس بيدخلوا يستخبوا جوه غرفة في مبنى كبير وبتيجي وراهم جيني. أما مايا بتدخل في مكان تاني عامل زي المجمع الكبير وبتلاقي مسدس ورصاص، وبعدين بتسمع أغنية جاية من وراها وبتلاقي على الأرض كاميرا وبتشغلها وبتلاقي فيها مقاطع فيديو. وإل ولاكي ولين وليو بيدخلوا جوه غرفة، وإل كانت قلقانة على أختها جريس، والطالب شاو الهاكر بيلاقي كاميرات مراقبة جوه الغرفة، يعني هيقدروا يشوفوا ايه اللي بيحصل في كل المهرجان. وجيني شربت المية الموجودة كلها في الإزازة وما بتعملش حساب الطلاب اللي استخبوا معاها، وكل الطلاب استخبوا ما عدا جو كان عمال يدور على مكان يستخبى فيه، فبيلاقي لوحة وبيستخبى وراها. بنرجع لإكس ورجالته كانوا بيضايقوا فيري عشان هم عارفين إنه معجب بجريس، وفيري بيتضايق وبيوبخ إكس لأول مرة، وإكس بيتضايق منه وبنسيبه يطلع غضبه عليه. وبنرجع للين وجريس وجيني. جيني بعد ما شربت إزازة المية كلها بتبقى طبعا عايزة تدخل الحمام، وبما إن الحمام بعيد عنها هي بتمسك حاجة معدن عشان تحمي نفسها بيها وبتنطلق في طريقها للحمام. أما مايا كانت لسه ماسكة الكاميرا وبتتفرج على مقاطع الفيديو اللي فيها وبتشوف ولد موجود في نفس المهرجان وكان هيخلص على نفسه، وقبل ما يعمل كده بيقول انه مش قادر يهرب من المكان ده خالص ومهما حاول مش بيقدر، ودلوقتي بقيله 3 ساعات عشان يقدر يهرب بس هو يئس. بنرجع لجيني وهي في طريقها للحمام بتسمع اصوات تخوف، بتمشي ورا الصوت لغاية ما بتلاقي نفسها في مكان متخزن فيه اكل كتير، بتنسى الخوف وبتفضل تاكل. في نفس الوقت بنشوف جريس بتقول لبين انها مش بتحب اختها إيل عشان من ساعة ما امهم وابوهم ماتوا اختها إيل بقت تعاملها زي الطفلة وهي مش بتحب كده، وبين بيقول لها هي بتعاملك كده عشان بتحبك ومهتمة بيكي مش اكتر. وفي نفس الوقت في غرفة كاميرات المراقبة شاو بيشوف في الكاميرات جيني في غرفة تخزين الطعام، وبيشوف كمان المهرج الشرير واقف وراها. لما جيني بتشوفه بتقع من الخوف، وقبل ما المهرج يقتلها مايا بتظهر ومعاها مسدس بتضرب عليه كذا مرة لغاية ما بيقع على الارض، واول ما بيقع بيختفي وبعد شوية بيظهر تاني قدامهم وبيكون معاه فاس ضخم وبيحاول يخلص عليهم. وبنروح لجو وجون وكانوا لسه مستخبيين ورا مجسم وعاملين نفسهم المجسم، والمهرج بيظهر وبيفضل يبصلهم بس مش بياخد باله منهم. بنرجع لإكس المتنمر وكان بيضرب فيري لأنه زي ما شفنا وبخه. لما اتنمر عليه إكس بيلاحظ إن مساعده تود اختفى وبيعرف ان المهرج مسكه وخلص عليه. بعدين بيظهر لهم واكس بيزق صاحبه وهو بيهرب، وفي غرفة التخزين بين واصدقائه بيحاولوا يهربوا بهدوء لما شافوا يافطة مكتوب عليها طريق الخروج. وفي نفس الوقت جو وجون بيشوفوا مؤقت العد التنازلي مش متبقي منه غير 20 دقيقة، وبيلاحظوا ملابس المهرج مرمية في مكان وبيعتقدوا إنهم ممكن يلبسوها ويتنكروا فيها عشان يقدروا يهربوا. في نفس الوقت شاو في غرفة المراقبة بيشوف المهرج رايح ناحيتهم وكده مش قدامهم حل غير إنهم يطلعوا من الغرفة بأسرع وقت، وبالفعل بيعملوا كده. وبعدين بنشوف بين في غرفة التخزين بيربط على وسطه خيط أحمر، والخيط ده ممتد لباقي البنات عشان يخرجوا ورا بعض لأن المكان مليان دخان ومش هيعرفوا يشوفوا بعض. وجيني بتمشي وراه ووراها جريس وورا جريس مايا. جيني وبين بيطلعوا بأمان لكن جريس بتتوه لأنها مسكت خيط تاني بالغلط وتاهت، وكمان المهرج كان بيراقبها ومايا برضو ما طلعتش. بعدين بنرجع لإكس الغبي لما بيشوف المهرج وراهم بيزق فيري بكل أنانية والمهرج بينهي أمره. بنرجع لغرفة تخزين الأكل
ومايا قدرت تطلع، لكن جريس المهرج شافها وهي فضلت تهرب منه، وكانت خلاص قربت من المخرج بس المهرج مسكها في آخر لحظة وموتها بطريقة مرعبة. بنرجع تاني للواد إكس وبيلاقي المهرج ظهر له، بس بعد شوية بنعرف إنهم جون وجو كانوا متنكرين عشان يقدروا يهربوا. يبقى كده إكس وجون وجو وصلوا للمنطقة الآمنة في أسرع وقت. بعدين بتظهر لين وإل ولاكي وشاو، وبعدين مايا وبن وجيني. وإل بتلاحظ إن أختها جريس مش معاهم، وقبل ما تروح تدور عليها صديقها بن بيشدها، وكلهم بيجروا عشان يوصلوا للمنطقة الآمنة. وبيوصلوا كلهم بس المهرج بيحدف الكرة المعدنية وبتيجي على بن وبتفقده وعيه، وبعد شوية بيرجع يفوق واللعبة بتخلص. وإل بتفضل تعيط من الحزن على أختها جريس، وبن بيديها صورة جريس كانت اديتها له في وقت سابق، والصورة كان فيها إل وجريس لما كانوا صغيرين. ودلوقتي الطلاب الموجودين عددهم 10، ولو لاحظنا إن قبل ما اللعبة تبدأ البطاقة اللي لقوها كان مكتوب عليها رقم 10، ومعنى كده إن 10 أشخاص هينجوا في لعبة الغموضة مع المهرج، وده اللي حصل بالفعل. ودلوقتي بتخرج لهم بطاقة مكتوب فيها رقم 8، وفي ظهر البطاقة مكتوب إن اللعبة هتكون من فريقين وبين وإكس هما اللي هيقودوا الفريقين. والطلاب مش بيضيعوا وقتهم عشان عايزين يطلعوا من الكابوس ده بأي طريقة، وبيبدأوا يختاروا مجموعتهم. وإكس بيختار لاكي وشاو وجيني وجو، أما بن بيختار إل ومايا ولين وجون. والفريقين بيبدأوا يلعبوا، وفريق إكس بيروح عند الباب الخلفي، أما فريق بن بيروح عند الباب الأمامي. بعدين بيبدأوا لعب، وفريق إكس بيدخلوا خيمة سيرك وبيلاقوا ترابيزة كبيرة مليانة أكل فاخر، ولعبتهم هتكون إنهم ياكلوا 25,000 سعرة حرارية خلال نص ساعة بس. أما فريق بن لما دخل خيمتهم النور اتطفى فجأة، ولما رجع تاني لقوا نفسهم واقفين على منصات منفصلة وفي حبل ملفوف حواليهم. ولعبتهم بتكون لعبة تخمين الكلمات، والكلمة متكونة من 9 حروف وفيها حرف بس واحد موجود وهو حرف الإف، والمطلوب منهم يخمنوا باقي حروف الكلمة، وكل شخص قدامه 10 ثواني عشان يجاوب على 3 إجابات، ولو ال3 إجابات غلط هيخسر وهيموت. بنرجع لفريق إكس اللي قعدوا عشان يبدأوا أكل، وشاو بيفكر إزاي يوصل للسعرات الحرارية بسرعة، عشان كده بيبدأ باللحوم وبيبدأوا ياكلوا والعداد بيعد. واللعبة كانت بتحسب عدد السعرات الحرارية لكل شخص، وجو ما كانش قادر ياكل غير الخضار لأنه نباتي، وإكس بيقوله مش هيفوزوا لو فضلوا ياكلوا في خضار، فلازم ياكل لحوم عشان يفوزوا بسرعة. وجو بيسمع كلامه وبيجرب اللحوم لأول مرة، وبيبدأ بالفراخ وطعمها بيعجبه وبياكلها بشراهة. وبنرجع لفريق بن وبيبدأوا اللعبة بجون وبيجاوب غلط، وبعدين لين جاوبت صح، وكمان مايا جاوبت صح. بعدين بيجي دور إل، وطبعا إل مش بتتكلم لأنها خرصة. بنسيب فريق بن يخمن حروف الكلمة، وبنرجع لفريق إكس اللي فاضل لهم ربع ساعة وكان لسه قدامهم أكل كتير وسعرات حرارية أكتر. وإكس بيرجع الفراخ، وساعتها بينخفض عدد سعراته الحرارية على اللوحة بعد ما سعراته الحرارية كانت عالية جدا عشان ترجيع الأكل مخالف لقواعد اللعبة. بنرجع تاني لفريق بن، ومايا خمنت حروف من حروف الكلمة وتخمينها كان صح، وكمان إجابة لين وإجابة جون برضو صحيحة. ودلوقتي جه دور بن عشان يكملوا اللعبة، ولو بن جاوب صح هيجي دور إل وهي مش بتتكلم يا عيني وكده هتموت، عشان كده بن متردد يجاوب. بنسيبهم في ترددهم وبنرجع لفريق إكس تاني اللي كانوا حاسين بالإحباط، وجيني بتفضل تهزر مع إكس وبيرموا على بعضهم الأكل، والحاجة اللي عملوها دي مخالفة لقواعد اللعبة، عشان كده بيعاقبوهم وبيقللوا الوقت اللي فاضل لهم من 6 دقايق لدقيقة واحدة بس، عشان كده بيفضلوا ياكلوا بسرعة وغصب عنهم، وبيوصلوا ل25,000 سعرة حرارية قبل ما وقتهم يخلص. بس بعد كده بيظهر اسم جيني على الشاشة لأنها كانت سعرات حرارية قليلة جدا، والشاشة لونها اتحول للون الأحمر، وده معناه إن الشخص اللي كانت سعرات حرارية أقل هيموت. بنرجع لبن اللي اتعمد يسكت وما يجاوبش عشان يتحسب له إن جاوب غلط، والدور يرجع لآخر شخص جاوب إجابة صحيحة، وبعدين الدور يجي على بن ويكمل الإجابة، وكده هيقدروا ينقذوا إل من الموت وكلهم هيفوزوا. ودلوقتي بيجي دور آخر شخص جاوب صح وبيكون جون، بس جون معرفش حروف الكلمة مع إنها كانت واضحة زي الشمس قدامه، لأن جون ذكاؤه محدود. والوقت خلص وجون كان هو الضحية، واللحظة اللي مات فيها اللعبة خلصت والباقي نجوا، والكلمة اللي كانوا بيجمعوا حروفها كانت كلمة التضحية. بنرجع لفريق إكس والكل كانوا خايفين على جيني عشان هتموت، بس بتحصل المفاجأة
وجو بيراجع الأكل الكتير اللي كله غصب عنه، عشان كده سعراته الحرارية بتقل أكتر من جيني وهو اللي بيموت بدلها. وكلهم كانوا زعلانين بما فيهم جيني اللي انهارت من العياط على صديقها، بس هيعملوا ايه؟ لازم يكملوا عشان يعيشوا. وبعدين بنشوفهم كلهم بيطلعوا من الخيم وبيروحوا عند المكان الآمن عند شباك التذاكر، وإيل كانت زعلانة من بن وقالت له يا ريتها هي اللي ماتت. في نفس الوقت جيني كانت قاعدة قدام المراية بتعيط على جو، وفجأة انعكاسها بيضحك لها بشكل مخيف وبيلف صوابعه على رقبته. وفي اللحظة دي جيني بيحصل لها زي انعكاسها في المراية وحلقها بيشق، وكانوا بيحاولوا يساعدوها بس من غير فايدة. معنى كده ان دي مش مجرد لعبة عادية، دي حاجة خارقة للطبيعة. ولما لاكي بيعرف ان جون مات بيلوم بن وبيقول له انت السبب، بس بن بيدافع عن نفسه وبيقول له ان جون كان شخص غبي جدا لدرجة ان حروف الكلمة كانت شبه مكتملة وما عرفهاش. بيتخانقوا مع بعض بس فجأة بيظهر استاذهم أليكس وكلهم كانوا مصدومين، ده ايه اللي جابه هنا؟ ده مكانه المدرسة. بس مدرسهم أليكس بيتعامل عادي كأن مفيش حاجة حصلت وبيقول لهم انه جاي هنا عشان يستمتع بالمهرجان ويتسلى بس. وفجأة في باب موجود قدامهم بينور وأليكس بيروح ناحيته، بس لاكي بيوقفه وبيسأله لو المدرسة عارفة ان المهرجان ده ملعون. وأليكس بيضحك على كلامه وبيستغرب من سؤاله أصلا، وبيدخل من الباب المنور والطلاب بيدخلوا وراه وبيلاقوا ساحة مفتوحة وفيها كشك لبيع التذاكر. والمرة دي بتطلع لهم بطاقة مكتوب عليها رقم 5، وده معناه ان اللعبة الجاية مش هينجو منها غير 5 بس. وأليكس بعد ما بيقرأ البطاقة بيتصرف عادي وشكله كده كأن في حد مسيطر على عقله. وفجأة بيظهر منزل كبير من العدم وشكله مخيف ومش عارفين ظهر امتى، وكلهم بيروحوا ناحية المنزل وبيلاقوا مقبرة ومكتوب على كل قبر اسم الطالب اللي مات في المهرجان. والطلاب بيزعلوا جدا لما بيلاقوا اسماء اصدقائهم اللي لسه ميتين. وبعدين بيدخلوا جوه المنزل اللي مليان تماثيل زي تماثيل العرض. فجأة أليكس بيصرخ وبيقول للطلاب ان تمثال العرض كان بيمشي وبيقرب منه. معنى كده ان أليكس محدش مسيطر عليه ولا حاجة، لكن كان فاكر ان كل ده مجرد خدعة او مقلب. بعدين بيشوفوا بطاقة ومكتوب فيها ان فاضل لهم ساعة واحدة بس عشان يلاقوا المفتاح ويهربوا من المنزل ده، والتماثيل الملعونة هتحاول توقفكوا بس لازم تتغلبوا عليها. بعدين بيلاحظوا ان الباب الرئيسي للمنزل اتقفل وبيبدأوا يدوروا على المفتاح وبيشغلوا المصابيح، وبيلاحظوا ان تماثيل العرض بتبدأ تتحرك. بيخافوا جدا بس يعني بيضطروا يواصلوا وبيقسموا نفسهم، وإل وبن بيروحوا يدوروا مع بعض، وشاو مع إكس ومايا مع أليكس ولاكي مع لين. والوقت بيعدي بسرعة وبيفضلوا يدوروا لغاية ما بيتبقى من الوقت 23 دقيقة. شاو بيفضل يدور لغاية ما بيوصل لغرفة تخزين الأكل، وفجأة بيظهر له تمثال وبيتخض منه، بس إكس بيظهر وبيكسر التمثال ده. شاو بيلاقي كاميرا جوه التمثال اللي اتكسر، يعني في حد بيراقبهم. بعدين بيدوروا في الغرفة وبيلاقوا صور لطلاب مدارس اتعرضوا للتعذيب في المهرجان ده. بعدين بنشوف بن وإل بيدوروا على المفتاح في مكان تاني والتماثيل اللي حواليهم بتتحرك، وإل بتلاحظ ان في حد متكلبش بسلاسل حوالين رجله. بعدين بنشوف تمثال عرض بيتحرك وراها وبيمسكها ويسحبها لبعيد، وبن بيفضل يدور عليها لغاية ما بيوصل لغرفة فيها تلفزيون شغال، وجوه التلفزيون ده بنت صغيرة بتحط مفتاح جوه صندوق خشبي، والبنت دي تبقى إل وهي صغيرة. بن مش عارف ايه علاقتها بالأحداث لأنها ملهاش علاقة أصلا، والحاجة الخارقة اللي حواليهم بتحاول تشتت ذهنهم. وبن بيفضل يعيط وفجأة بيلاحظ صندوق خشبي تحت الترابيزة وجواه المفتاح. بياخد المفتاح وكان لسه هيروح لباقي أصدقائه، بس التمثال بيمسكه وبيحاول يفك إيده منه بس مش بيعرف. وبيلاحظ إن التمثال في إيده أسورة إل وبيعتقد إن إل اتحولت لتمثال. وفي نفس الوقت بيوصل لين ولاكي وبيحاولوا ينقذوه، بس التمثال مش عايز يسيب إيده. عشان كده بن بيدي المفتاح للاكي وبيقوله يهربوا هما بسرعة ويسيبوه وهو هيتصرف، وبيعملوا زي ما قال لهم وبيوصلوا للباب. ولاكي بيحاول يفتح الباب بس دخول المنزل مش زي خروجه ومفيش حاجة سهلة كده. الطلاب ومدرسهم بيلاقوا شخص متقيد بسلاسل وبينزل من السلم وشكله مرعب، وده نفس الشخص اللي إل شافته قبل كده. ولاكي بيقدر في اللحظة الأخيرة يفتح الباب والشخص المرعب أو الشيطان بيختفي. ولما كانوا هيخرجوا شاو بيقول لهم ستوب، وبيقول لهم في كل مرة هتكسبوا وتخرجوا هتبدأ لعبة جديدة، وبيقول لهم إنه بيحاول يفهم ويراقب الوضع طول الوقت.
وعرف كل حاجة. بعدين بيعزف على البيانو لحن معين وبيدوس على مفتاح معين في البيانو، وفجأة بيتفتح باب سري ورا رف الكتب وبيقول لهم هو ده المخرج الوحيد اللي هيقدروا يرجعوا لبيوتهم منه، وبيسمعوا كلامه من غير ما يسألوه ازاي عرف المفتاح ده. وبيدخلوا من الباب، وطبعا الباب مش هيفضل مفتوح غير لما حد يفضل ضغط على المفتاح اللي في البيانو، وشاو بيشيل ايده بسرعة ويجري على الباب بس الباب بيتقفل. بعدين بنلاحظ ان الباب اتفتح تاني لان المعلم أليكس بيضحي بنفسه وبيدوس على المفتاح، والطلاب بيهربوا من الممر السري، وبعدين بيلاقوا نفسهم وصلوا لغرفة كبيرة جدا والغرفة كلها بيضة. وفجأة بيطلع صوت وبيعرفوا من خلاله ان المكان ده كله مش مهرجان للتسلية، ولكن لعبة شريرة بتتلعب بحياة الناس ومحدش عارف مين اللي بدأها أو صنعها. وبيلاقوا جهاز كمبيوتر وشاو بيشتغل عليه وبينجح في اختراق نظام المكان، وبيلاقي مفتاحين ولازم يشغلهم مع بعض عشان المكان كله يتدمر. بس المشكلة ان الشخصين اللي هيشغلوا المفتاحين مش هيقدروا يخرجوا من المكان، وساعتها شاو بيعرف ان المرحلة دي برضو لعبة تانية ولازم يكسبوها عشان يخرجوا من اللعبة خالص ويدمروها، بس لازم يقرروا مين اللي هيضحي بنفسه. واكس بيقول لهم يلعبوا لعبة فيها 5 أعواد خشب، اللي هيختار أقصر عود هو اللي هيخسر ويضحي، وكلهم بيوافقوا على كلامه وبيلعبوا. ومايا وشاو هما اللي بيخسروا، يعني هما اللي هيشغلوا المفتاحين. الأصدقاء بيتأثروا وهما بيودعوا بعض، وبعدين كلهم بيخرجوا ما عدا شاو ومايا. وأول ما بيخرجوا بيلاقوا نفسهم لسه في قلب المهرجان، ولين بتلف وبتلاقي قطعة صغيرة من الأعواد. بتعرف إن مايا كسرت عصايتها أو عودها عشان تبقى أقصر من عودها وتنقذ لين وتضحي بنفسها. ودلوقتي كلهم بيجروا بسرعة عشان يخرجوا من الباب الرئيسي للمهرجان، وفي اللحظة اللي بيخرجوا فيها بيحصل انفجار كبير في المكان، وده معناه إن مايا وشاو شغلوا المفتاح وقدروا يدمروا المكان كله. والفيلم ما وضحش المكان ده بدأ ازاي ومين اللي عمله، وهل في أشخاص ورا كل اللي بيحصل ولا المكان ملعون، وازاي شاو عرف إن في مفتاح في البيانو بيفتح باب سري. وكده بنوصل لنهاية الفيلم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وشير وكومنت حلو زيكم.